السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير، وكنتمنى ايضا الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله غنحضر معاكم فطائر بحلة جديدة بالكفتة. كيجيو هشاش بزاف ولذاذ. كنصحكم انكم تجربوهم لمائدة رمضان. خليكم معايا البنات مع المقادير وطريقة التحضير. هنا البنات غناخذ واحد المقله ونوضعوا فيها القليل من الزيت المائده وشويه ديال الزبده مخلطينهم بجوج. هنايا عندي جوج بصلات كبار مشلضين، وعندي فلفله خضراء وفلفله حمراء اللي قطعتهم في المونينكس الى مكعبات جد صغيره. كنخليو حتى كينزلوا لينا. عاد كنضيفوا 250 غرام ديال الكفته، وكنديروا لها هاد الطريقه هذه كما كندير انا باش كتحل معنا الكفته دائما مع عمليه التحريك باش ما تلصق ليناش الكفته في المقله. وغادي نضيف بطبيعه الحال الملحه والبزار، القليل من البزار، قليل من الخرقوم، قليل من التحميره اللي هي لا بابريكا، وعندي هنا القليل من مسك الجبير. نخلطوا الكل جيدا ونخليوها حتى كطيب. اون فوا كطيب لينا الكفته كنطفيو عليها ونخليوها على جنب. هنايا البنات غناخذوا واحد الزلافه اللي كتكون كبيره، غنوضعوا فيها الخليط ديال الكفته ديالنا، وغادي نخليوها تبرد وندوزو المقادير ديال العجين. هنا عندي 4 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض تكون نوعيه ممتازه، معلقه كبيره ديال السكر، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال الملحه، وجوج معالق كبار ديال الزيت، وكاس دافي ديال الحليب. غادي نوضعوا هذا الشيء كله في الروبو ونخليوه كيعجن لينا هذا الخليط هذا. يعني هذاك الكاس ديال الحليب كافي باش يجمع لينا العجينه ديالنا. كنخليوها كتدلك مزيان في الروبو، وفي التالي كنضيفوا معلقه كبيره ديال الزبده. اون فوا كتجمع لينا العجينه، يعني خصها تكون رطبه، غادي نديروها في واحد هكا واحد الاناء ونغطيو عليها ونخليوها كتخمر. هنا من بعد ما بردات لينا الكفته غنضيفوا لها واحد 150 غرام ديال الجبن المحكوك او الموتزاريلا او اي فرماج عندكم معتمد عندكم كديروه. نخلطوا الكل جيدا ونحتفظوا به جانبا. هنايا البنات من بعد ما دازت ساعه حليت على العجينه ديالي من بعد ما خمرات، وغادي نقسمها الى نصفين كما كتشوفوا معايا، ونشكل قضبان ونقطع العجينه ديالي الى قطع متوسطه الحجم. كما قلت لكم البنات هنا كنشكلوا كريات متوسطه الحجم، وكنوضعوهم مباشره في واحد الصينيه اللي كنكونوا درنا لها شويه ديال الدقيق. هنا كنرش شويه ديال الدقيق على سطح العمل كما كتشوفوا، وكنحل الكره ديالي طولا وعرضا، يعني بجوج. في الاول كنحلها على الطول ومن بعد كنحلها على العرض. غادي نجيب القطعه ديال البيتزا كما كتشوفوا، وغادي نحلها بهذه الطريقه هذه، ندير خطوط متساويه. ومن بعد غادي نجيب الحشوه ديالي ونوضعها في الوسط بطريقه سهله. يعني تقريبا كندير واحد 2 معالق كبار. هنا غادي ناخذ نلويها على راسها ونلويها على شكل هلال بهذه الطريقه هذه، كتجي جميله بزاف. وكنوضعها في صينيه ديال الفران اللي كنكون فرشت ليها ورق الزبده او ورق الطهي او بابي كويسون. غادي نوريكم كره اخرى. غادي نحل الكره على الطول كما كتشوفوا، من بعد نحلها على العرض. يعني الطريقه سهله جدا. غادي نجيبو من بعد القطعه ديال البيتزا وكندير خطوط بهذه الطريقه هذه، يعني كنحلوا العجينه ديالنا. كنجيب واحد تقريبا 2 معالق كبار ديال الحشوه ديالي، كنوضعها في الاول ديال العجينه، يعني كنخليو غير تقريبا 1 سنتيم، ومن بعد نطويو الجوانب ونلفوها
على راسها بهذه الطريقه. هذه هي طريقه سهله. ومن بعد نشكلها على شكل هلال ونوضعها مباشره في الصينيه ديال الفران. هنايا من بعد ما كملت غادي ندهن الوجه ديال الفطائر ديالي بصفار البيض كما كتشوفوا معايا. صافي هنا بعد ما كملت هنا عندي معلقه كبيره ديال الشنجلان الابيض والشنجلان البني والبافو، خلطتهم وبيهم باش غنزين الوجه ديال هاد الفطائر. هذه معلقه كبيره ديال الشنجلان البني والابيض والبافو كنخلطهم وكنزين بهم الوجه ديال الفطائر. ومن بعد كندخلهم الفران، كيكون سخنته من قبل درجه حراره 180 حتى كيطيبوا لينا هاد الفطائر ويتحمروا ونتلاقاو في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر بالكفته والجبن اللي حضرت معكم اليوم. كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو لذاذ بزاف وهشاش. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه ديالي وتجربوها لمائده رمضان لوليداتكم والضيوف ديالكم بطبيعه الحال. وما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم والبارطاج ديال لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء لتعم الفائده. شوفوا البنات كيفاش كيجيو لذاذ، كيجيو هشاش وخفاف مهويين. نحل لكم هذه باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. هانتوما كيجيو زوينين بزاف البنات، كنصحكم انكم تجربوه. ما عليا غير نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله مع دليشة كيتشن المطبخ اللذيذ مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. ما عليا غير نقول لكم في امان الله وبصحه فطوركم وفي امان الله.